سمع الله لمن حمده. اللهم يا من خلق فسوى وقدر فهدى، يا من أمات وأحيا وأضحك وأبكى، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا كثير النوال، يا حسن الفعال، يا قائما بلا زوال، يا من يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد أوراق الأشجار. اللهم يا ذا المن القديم والإحسان العميم والفضل العظيم، يا سامعا لكل شكوى، يا منتهى كل نجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم من كان حيا من والدينا اللهم فأحيه على الإسلام، اللهم البسه لباس العافية، اللهم ارزقنا برهم. ومن كان منهم ميتا فنسألك يا الله أن توسع له في قبره، اللهم وسع له في قبره، اللهم اغفر لهم ذنوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا ربنا وخالقنا، نعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. إلهنا تبنا إليك، تبنا إليك، انطرحنا بين يديك. إلهنا هذه أيدينا ما رفعت إلا إليك، وهذه جباهنا ما سجدت إلا لك. إلهنا خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد. تتحبب إلينا بالنعم، ونتبغض إليك بالمعاصي. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. اللهم لا أرحم منك، ولا ألطف منك، ولا أكرم منك. اللهم نشكو إليك ذنوبا أثقلتنا، اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أرهقتنا. اللهم لا غافر لنا سواك. اللهم اغفر الغدرات، اغفر الغدرات. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها، اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر لنا ما كان في الخلوات. اللهم اغفر ذنوبا سترتها علينا بكرمك وسترك يا غفور يا ودود. اللهم نحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. يا ربنا نسألك أن تحرم هذا الجمع على النار. اللهم حرم هذا الجمع على النار. اللهم كل من حضر معنا من قريب أو بعيد، فنسألك يا الله يا الله، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من كان سببا في اجتماعنا هذا
اغفر اللهم ذنبه واستر عيبه وأصلح له ذريته واجزل له مثوبته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعل هذا الشهر شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المنكوبين في باكستان، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.